الست الجدعة كمان إنها تعرف إزاي ما تطهقش اللي عايش معاها، صح؟ يعني لو كانت هي مثلا ما بتشتغلش، لا ممكن تكون شغلتها فعلا إنها تبقى في البيت وتاخد بالها من البيت، ودي مسؤولية كبيرة، ولو في أولاد بتاخد بالها من الأولاد. بس أكيد التواجد في البيت طول الوقت بيبقى فيه مشاكل كتير سخيفة. في الحالة دي مش أول ما جوزي يرجع من الشغل تحكي له بقى أول الحنفية كانت بتنقط مية والحوض مسدود، وجبت السباك والسباك قال والسباك عمل، اتخانقت معاه عشان حاجة الفلانية، وكمان رحت مش عارفة ايه اللي حصل. الست الجدعة لو كان هتقرر ان هي الظروف تسمح لها ان هي تقعد في البيت، ما تروحش بره تشتغل، لكن هتشتغل في البيت، يبقى عشان كده برضه هي تخصص لنفسها وقت تقرا فيه، تبقى عارفة الأخبار حاصل ايه حواليها، تنقي موضوع، يمكن تقرر تتعلم لغة جديدة، تشغل نفسها في حاجة مختلفة عشان لما تقابل أي حد، بالذات طبعا كمان جوزها، ما يبقاش حديثها كله عن شكاوي، يا إما من الناس اللي بيجوا ينظفوا، يا إما من مشاكل البيت اللي بتحصل في كل البيوت. فهي هيبقى عندها موضوع شيق، يا إما هتقول حاجة جديدة لجوزها هو ما يعرفهاش، وكانت بتتعلم لغة تحاول تعلمه معاها الجمل اللي هي اتعلمتها عشان يبقوا الاتنين بيتعلموا لغة جديدة.